إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من عباده وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذه الليلة نقرأ سطور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووقائع حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 للهجرة. السنة 8 من الهجرة من أعظم الأمور التي حدثت للمسلمين في السنة 8 للهجرة. من يتذكر لي السنة 8 للهجرة؟ في جوائز اي شلون عندك؟ ها؟ اي نعم، اي نعم. شنو احدث؟ لا، 8 للهجرة، 8 يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعدة أشهر. أحسنت. فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان، في 17 من رمضان، صح؟ طيب، بعده بشهر، أي في شهر شوال، حشدت هوازن وثقيف. أول شيء هوازن وثقيف. هذه هوازن قبيلة كبيرة جدا تسكن ما بين الطائف ونجد، من كبرها. وثقيف هي أحد بطون هوازن. ثقيف، وين ثقيف تسكن؟ معروفة، تسكن في وين؟ في الطائف. كذلك من بطون هوازن اللي هو بني سعد. من بني سعد؟ من تذكر؟ قلنا بني سعد، حليم السعدية. أحسنت. يعني معناته مكان استرضاع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوءه في بادية بني سعد، واللي هي قريبة من سوق عكاظ، القريب من وين؟ من الطائف، بين الطائف ومكة. أما من القبائل الحديثة التي تنتسب إلى هوازن، حتى يعني بس يعني نقرب الصورة، من القبائل الحديثة التي تنتسب إلى هوازن اللي هو بني عتبة العتيبي، كذلك سبيعي وغيرهم، ولعل السعدي نسبة إلى بني سعد. والقبيلة الأشهر بينهم كلهم اللي هي قبيلة ثقيف. اجتمعت بعض قبائل هوازن، لأن قلنا قبائل هوازن كثيرة جدا، ومنها قبيلة بأكملها ثقيف، مع رجل يسمى مالك بن عوف النصري من بني نصر، وهو بطن من بطون هوازن. طيب، وكان هو قائدهم. هذين هم أعراب، أغلبهم كلهم أعراب، وبعضهم من الحضر. لكن أرادوا بعد أن سمعوا بفتح مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يأخذوا الغنائم من يد المسلمين. لكنها معروفة أن فتح مكة ما غنم المسلمون شيء أبدا، ما في غنائم. لماذا؟ ما كان في حال، ما في قتال حدث ما بين خالد الوليد بعضهم، لكن شنو؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى نسائهم وعلى ذراريهم. ومنهم من لم يسلم أصلا، مثل من صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هذه الرؤوس المعروفة. طيب، لكن هوازن أرادت ماذا؟ أن تغير، ويقول لك هم حين الآن سيخرجون من مكة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم، وحشدوا في منطقة اسمها حنين. ومنطقة حنين هي يعني موجودة بين اللي هي مكة والطائف، بين مكة والطائف. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج. أصلا الجيش الإسلامي موجود شهر ما رجع، موجود. فسمع النبي، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كم؟ 10,000. واجتمع إليه زيادة على ذلك الجيش 2000 اللي هم من الطلقاء اللي هم من أهل مكة، سموا بالطلقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ربما يقول لك هذا صح الخبر أو غير صح، لكن تعارف على هذا المصطلح أهل السير.
فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ ب12,000. ولم يجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم جيش بهذا العدد لقتال العرب. وبالمناسبة أول غزوة ما بين المسلمين والعرب اللي غزوة بدر، وآخر غزوة ما بين المسلمين والعرب المشركين اللي هي غزوتنا، وهي غزوة حنين. قلنا من شهر شعبان من السنة 8 للهجرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيونه، فماذا؟ رجعت العيون بأنهم قد جمعوا، كم جمعوا؟ 20,000. من 12 إلى 20,000 يعني نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 10 صابرة يغلبوا لا لا 100 تغلب 200. نعم. فالواحد باثنين، هذا الآن يعني العدد كفاية، العدد كفاية. نعم. لكن خرج معهم أيضا أحد فخذ هوازن وهم بني جشم. بني جشم عندهم واحد اسمه دريد بن الصمة. سمعتوا عن دريد بن الصمة؟ دريد بن الصمة من حكماء العرب، وكان قد تجاوز 80، أصلا ما يقدر يمشي، ويابوه على أساس أنهما يسترشدوا بماذا؟ بحكمته ويستشهدوا. فلما وصل دريد بن الصمة كان يعني نظره قليل، قال ما بالي أسمع صوت البعير ورغاء البعير وصوت الشياه وصوت النساء وصوت ماذا؟ الأطفال. فقيل له هذا من؟ اللي هو مالك بن عوف قد أمرنا أن نخرج نساءنا وذرارينا وأموالنا، اللي مال عندهم الإبل والذي. قال لماذا؟ قالوا قال لماذا هذا الأمر؟ قال لكي يثبت المقاتل ولا يهرب إذا عرف أن معه زوجته وعياله. قال ليس هذا بالرأي. دريد بن الصمة يقول له هذا ليس بالرأي. يقول المقاتل إذا أراد أن يهرب لا يفكر بنسائه ولا يفكر بعياله ولا يفكر بنسائه، يفكر بشنو؟ بروحه. أقول سبحان الله، هيذكرني بشنو؟ بيوم القيامة. يوم يفر المرء من أحسنت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال له ليس. قال له خلاص خلصنا السالفة. قال له زين. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء والأطفال قال تلك غنيمتنا غدا إن شاء الله. بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وهم يمشون معهم الطلقاء. مروا على منطقة كانت هناك فيها اللي هي سدرة، وهذه السدرة كانوا يأتونها ويعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط. يعني هذه ذات أنواط كأنها يتبركون بهذه السدرة، يشحنون شحن، أو ما يسمى في هذه الأيام يسمونه الطاقة. سمعتوا عن الطاقة؟ أنا بوقف عند الطاقة. الحين يقول لك أنا حين بطلع بطاقة إيجابية علشان أنا أفرغ الطاقة السلبية. تعرفون أصل هذه الطاقة السلبية والإيجابية شنو أصلها؟ أحد منكم يعرفه؟ الطاقة السلبية والإيجابية هذه من دين اللي هم أهل المشرق، الكونفوشيوسية وغيرهم. عندهم أن لهذه الدنيا أو عندهم إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير هو اللي يأتي لك بالخير، أو أن في الكون شيء من الطاقة هذه في طاقة إيجابية وسلبية. يا ما تجي لك الطاقة الإيجابية يا ما يشيل عنك الطاقة السلبية.
والحين لبسوه بلباس الدين وغيره. هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما في خالق إلا الله تبارك وتعالى، ما في نافع وضار إلا الله تبارك وتعالى، وهذا الكون أصلا ما يدور إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا فيه طاقة إيجابية ولا سلبية، في إيمان وفي كفر، في إقدام وفي عدم إقدام. فقالوا لهم ماذا قال؟ عنده 2000 من الطلقاء صح، وعنده بعد كذلك من القبائل اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير المدينة. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم ما قالوا لهم تعالوا خلينا نعلق أسلحتنا على هذه الشجرة اللي كان يتبرك بها من الكفار. قال لا اتركوها ذي وابحث لنا عن شجرة جديدة زين تجعل فيها انت البركة ونعلقها. قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني معناته أن هناك من يطلب البركة ويطلب الخير ويطلب النصر في أمور ما بين السماء والأرض، صح؟ ما بين السماء. بعضهم يأتي إلى صخرة، وبعضهم يأتي إلى مرشنو، وبعضهم يأتي إلى نجم، لكن النصر بيد من؟ اللي فوق اللي عشانه قد علا سبحانه وتعالى على عرشه على سماواته. الرحمن على العرش استوى. فهنا المسألة لما نتعرض لها، من الذي قال هذا الكلام؟ ليس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، يعرفون التوحيد ويعرفون. وهني أهمية التوحيد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر. ثاني شيء لابد أن ننتبه إلى قضية. ما هي هذه القضية؟ تشبه بالكفار. ولو ألبسنا هذا التشبه بلباس ديني، لباس شرعي، لباس، ما قالوا له تعال حق شو اسمه، تعال حق سدرة الكفار لا ما نبي سدرة الكفار، نبي سدرة جديدة، سدرة جديدة. لكن أبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عمل. نعم. كذلك وهم يمشون بعضهم انتفش ودخل في شيء من الغرور. ماذا قال؟ قال لن نغلب اليوم من قلة. كان كلنا في كل معركة كانت قلة عندنا، وكلنا أقل من الكفار، في بدر، في أحد، في الخندق، كلنا أقل من الكفار. الحين صرنا 12,000، مع أنهم 12,000 في مقابل كم؟ 20، يعني أكثر منهم الكفار. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وغضب لهذا الأمر، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله ماذا؟ أحسنت. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم نغلب يوم القلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تالي ماذا قال؟ لأن الأمر الله سبحانه وتعالى قال ثم أنزل الله. ما في شجر، ما في حجر، ما في ذات أنواط. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدكم بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء كافرين أو الظالمين. كافرين، وذلك جزاء الكافرين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح سار في وادي حنين، وكمن أهل الشرك للمسلمين. فلما دخلوا الوادي وانتشروا في هذا الوادي هجموا عليهم هجمة واحدة، ضاقت عليهم الأرض ما رحبت.
من ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الشديد ماذا يقول؟ يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذوا يقاتلون المسلمين. وكان هناك ناس من الطلقاء وغيرهم أظهروا الشماتة، قالوا اليوم ما يجبر كسرهم، اليوم ما يجبر كسرهم، هذه كسر المسلمين اليوم ما يجبر كسرهم. وقالوا اليوم لا تقوم قائمة للمسلمين، ما تقوم قائمة للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال يا عباس نادي الناس. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جهور الصوت، فنادي الناس. قال ماذا أقول؟ قال يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال يا أصحاب الشجرة؟ أصحاب الشجرة كم؟ 1400 أو 1500، يعني 1500 1400. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار أحد بايعه تحت الشجرة. هذا لي من أهل الجنة كلهم اللي بايعوا على الموت وكان عليهم لباس الإحرام، معهم ماذا؟ سلاح اللي هو المسافر فقط. ما استعدوا للقتال، ما عندهم لأمة الحرب، ما عندهم ولا خوذة ولا ما عندهم، لكن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتل وعلى الموت في سبيل الله. فلما سمعوا يا أصحاب شجرة، يا أصحاب سورة البقرة. من أصحاب سورة البقرة؟ الحفاظ، أهل القرآن اللي يحفظون سورة البقرة واللي يعملون بسورة البقرة. قال الراوي قال فكان منهم الذي لا يستطيع أن يوقف بعيره، ماذا يفعل؟ قال ينزل على بعيره ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكضا. وهذا بيان أنهم كانوا شنو؟ فزعين من فزع شديد، خوف. لما سمعوا هذا الأمر استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هم. انظروا إلى ماذا؟ الذين يشمتون، وانظروا إلى حال من قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وإلى هؤلاء وهم يظنون أنهم يرجعون، ما يظنون يرجعون أنهم بيحيون، وإنما سيرجعون لكي يموتوا، لكن يموتوا على ماذا؟ يموتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا. فلما رجعوا انقلبت كفة الحرب. من بعد شنو؟ كما قال الله تبارك وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، ما أغنت عنكم شيئا. هذا الليل اليوم لقنونكم درس ضد الغرور والاستعلاء بالنفس. قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، قال بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى. الثبات مو منك أنت يا عبد الله. فلهذا العلماء قالوا شنو في كلمة جميلة حق الشيخ أبو بكر الجزائري، الواحد يقول لا يختار لا بعلمه ولا بعمله ولا بقتاله، لأن الموفق من يوفقه الله تبارك وتعالى، والذي يثبت هو الذي يثبته الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما نبي نطول لأن الأحداث التي مرت في غزوة حنين يعني كثيرة، ولكن نقف عند أهمها. من أهم الأحداث التي النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزموا أمرهم أن ماذا يعني يدركوا من انهزم، وكل من يقتل رجل يأخذ سلبه، كل من يقتل رجل يقتل سلبه. وذهبوا إلى منهم من ذهب وتحصن في الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف.
ثم قال لم يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة الطائف. فقال لهم أحدهم، أول شيء قالت له أم سليم الأنصارية، قالت له يا رسول الله اقتل الطلقاء. ليش؟ لأن ما نفعوا المسلمين أصلا، ما نفعوا المسلمين. كانوا مخذلين ويشمتون. وش سووا؟ أول هجوم اشردوا وانحاشوا، وعندما أمرهم النبي بالرجوع ما رجعوا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد كفانا الله وأحسن. كفانا الله وأحسن. الخير في وين؟ في أهل الإيمان. أما هذولين هذولين اللي يخذلون واللي يشمتون وتالي يقول لك احنا وياك واحنا واللي لكن إذا صار لك نصيب وصار لك وصرت من مسؤولين يولك وقالوا لك احنا وياك اصلا من قبل، احنا بعد ما شو اسمه ما قصرنا وياك. سويتوا انتم؟ ما سويتوا شيء. سيف ألسنتكم سيف مسلطة على المسلمين، ويروح من ذي شو اسمه المجلس إلى ذي المجلس ويطعن في شو اسمه فلان ويطعن في فلان، وتالي لين ارتفع فلان صار فيه اي يلا قال له تعرف انا سنين وياك وانا شو اسمه انا كنت ايدك وانا زين. ابو حسن تالي عارف يكمل ابو حسن. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنائم ما بعده اللي هو حصار الطائف. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زعماء الطلقاء، أعطى الزعماء، ومن بينهم من أبو سفيان بن حرب، طيب، وكذلك الأقرع بن حابس. تعرفون الأقرع بن حابس؟ هو سيد بني تميم، في الرواية أنه من المنافقين. أعطى 100 من الإبل، طيب، وأعطى العباس بن مرداس 100 من الإبل، كان زعيم قومه. وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وكان سيد قومه. وأعطى سهيل بن عمرو 100. بعضهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هؤلاء ارتدوا قبل موتهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن بعضهم منافقين بعضهم سيرتد، وهذا أخبار من الله تبارك وتعالى. لماذا أعطاهم؟ أعطاهم لكي يتألف قلوبهم. عكرمة، لا، صفوان بن أمية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلى نفسي، فلما أعطاني في يوم حنين قال كان أحب الخلق إلى نفسي. وحسن إسلامه. عكرمة المجاهد الذي أصبح مجاهد بعد ذلك، نعم. لكن هؤلاء وزع عليهم الغنائم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي شيء، ما أعطى شيء أبدا لمن؟ الأنصار. ما أعطى شيء للأنصار. فأخذ يتحدثون الأنصار وقالوا حق زعيمهم سعد بن عبادة، قال اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا اللي نصرناه وآويناه وأعطيناه وحتى تقاسمنا معه اللقمة فأخبر، قال وكيف أنت يا سعد؟ قال لا أنا من بني قومي. قال انجمعهم لي. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال لهم يعني أنتم قلتم كذا كذا كذا. قال نعم يا رسول الله. قالوا قولوا. المهم اجتماع طويل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجدتم علي، يعني شنو زعلتم علي أن أعطيت شيء لعاعة إلى أولئك القوم؟ تعرفون اللعاعة شنو؟ اللعاعة، لا، اللعاعة لين نزل المطر ما ينبت شو اسمه هذه الحشائش، وبعض تخضر وتصفى تخضر. كم دورة حياته؟ حويت المال بس. حويت المال هذا كم دورة حياته؟ شهر. النبي صلى الله عليه وسلم
وصف إعطاءه لأولئك القوم 100 من الإبل، 100 ها، سماها لعاعة. واللي تمثل ما تمثل شيء، ما تمثل يعني ثروة في ذاك الزمن. اي نعم. لكن في كلام جميل النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، قال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاه والبعير زين وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحين الحقيقة أنه ماذا؟ الدنيا أعطيت لأولئك القوم، أما الدنيا والآخرة فهي عند الأنصار. أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. طيب، فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة قال لكنت امرأ من الأنصار، لأن الهجرة هي اللي سمت هؤلاء مهاجرين وهذه الأنصار، صح؟ قال لولا الهجرة ماذا؟ لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. تالياتهم البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارحم الأنصار، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. نعم. فبكى القوم حتى ضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، حظنا من هذه الدنيا من كل أن يكون القسم لنا والحظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى ماذا؟ إلى عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم. عامل كل أناس بماذا؟ عاملهم بما في قلوبهم. نعم، عاملهم بما في قلوبهم. فأهل الإيمان أرجعهم إلى إيمانهم، وأرجعهم إلى صلاحهم، وأرجعهم إلى الدعاء اللي هم يعرفون أنه دعاء خير لهم ولذريتهم. وهؤلاء الناس أرادوا ماذا؟ أرادوا الدنيا. وفي مواقف يعني كثيرة ما لا أحب أن أطيل عليكم، سامحوني، ولكن هذا ما يعني تيسر ذكره في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا زين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأن يميتنا على سنته، وأن يرزقنا من يديه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، وأن يرزقنا شفاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.